محمد فايد ومن لا يعرفه. محمد فايد بالمحجوب هو خبير تغذية مغربي من مواليد سنة 55 900 وألف في ولاد سعيد بالسطاط. عرف من خلال برامج نخل ورمان الذي كان يبث على قناة السادسة المغربية، وأيضا عبر محاضرته التي كان يقدمها بخصوص التغذية، وهو أستاذ سابق بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. يثير الفايد الجدل في عدد من تصريحاته، حيث يهاجمه العديد من المتفاعلين ويتهمونه بتغليظ الرأي العام وترويج معطيات غير صحيحة من الناحية العلمية، فيما يدافع عنه آخرون مؤكدين أنه يتحدث من منطلق تخصصه في مجال علوم الأغذية. مسيرة محمد الفايد: بعد حصوله على الشهادة الابتدائية انتقل الفايد إلى مدينة سطاط ليتابع تعليمه الإعدادي، وحصل على الشهادة الثانوية بثانوية ابن عباد، ثم انتقل إلى ثانوية الرازي بالمدينة نفسها ليتابع الطور الثانوي علميا، ولم يحصل على شهادة الثانوية العامة البكالوريا لظروف صعبة كانت تعترضه، واجتاز مباراة تقنيا مختبر المتابعين لوزارة الفلاحة، وتكون بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بعد حصوله على دبلوم تقني مخبر تخصص علوم الأحياء الدقيقة الغذائية، وتكون بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بعد حصوله على دبلوم تقني مخبري تخصص علم الأحياء الدقيقة الغذائية سنة 77 900 وألف. بعد ذلك عمل بالمعهد لمدة 4 سنوات. حصل أيضا على شهادة الثانوية العامة بكالوريا بالبعثة الفرنسية سنة 79 900 وألف، ثانوية ديكارت بالرباط كمرشح حر، واجتاز مباراة تولج تكوين المهندسين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وتخرج منه مهندسا في التكنولوجيا الغذائية سنة 84 900 وألف، وأعيد تعيينه بالمعهد. وبعد سنتين من العمل مهندسا اجتاز مباراة الولوج لسلك الأساتذة الجامعيين، حيث عين أستاذا مساعدا، ثم التحق بجامعة بليز بإسكال بفرنسا لاستكمال دراسته في إطار أطروحة الدكتوراه. حصل على دبلوم الدراسات المعمقة في علوم الأغذية سنة 88 900 وألف، ودبلوم مهندس متخصص في الصناعات الغذائية من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة سنة 89 900 وألف، وناقش أطروحة الدكتوراه الفرنسية سنة 90 900 وألف. النظام الجديد تخصص الثقانة الحيوية في موضوع تدقيق صناعة السمن المغربي، وقد كان مسجلا كذلك في دكتوراه الدولة في معهد الحسن الثاني.